الزمالك بيخسر من انبي وبيفوت الفرصة انه يوسع الفارق بينه وبين الاهلي ل6 نقط. الزمالك كان بيعمل احسن كورة في مصر الفترة اللي فاتت لان الزمالك ما كانش مضغوط، محدش طالب منه دوري. الناس كلها بتطالبك انك تكسب علشان توسع الفارق. الضغط النفسي ده بان على اللعيبة. واحد زي محمد السيد 19 سنة بيرتكب ضربة جزاء في منتهى السذاجة. مفيش كده في الدنيا. بس لعيب صغير نلتمس له العذر. مضغوط، عايز الفرقة تكسب، عنده شحن معنوي كبير، جمهور كبير جدا في الاستاد. هو عايز يفرح الجمهور. كابتن معتمد جمال غلط النهارده اكتر من غلطه. الماتش في جبهه واحده بس، يعني هي الجبهه اليمين، جبهه بزيرا. مفيش جبهه شمال، وده سهل جدا الضغط على بزيرا. انت خلاص مخلي الفرقه اللي قدامك كلها مايله ناحيه اليمين وعمال تلعب ناحيه اليمين. شويه فتوح كان بيميل مع بنتايج بس ما كانش ده فعال. وسط ملعب الزمالك ما كانش كويس خالص. افتقدنا بشكل كبير جدا لمحمد شحاته. شكرا يا عم محمد شحاته. بس ماشي. فوسط ملعب الزمالك بيتاخد منه. بيقرر معتمد جمال انه يخرج محمد السيد وينزله علي الدباغ. انا كنت شايف ان كابتن معتمد جمال غلط غلطه كبيره جدا انه ما افتكرش ينزل شيكو بنزا. اه معلش، انا عارف شيكو بنزا مش احسن، مش دايما مش مميز قوي بس هو على الاقل كان بيمسك الخط ناحيه الشمال. انت كنت محتاج بزيرة يمين وشيكو شمال، والفرقه هتفك. فرقه انبي وسط ملعبها اللي قاطع منك كل الكور وعمال يعمل عليك مرتدات، كان هتتفك مجرد بس ان في لعيب يمين ولعيب شمال، والاتنين حريفه والاتنين عندهم سرعه. لكن كابتن معتمد ما كانش شايف ده. انا هنا ما فهمتش حاجه. كل الكور من عبد الله السعيد من ساعه ما عملنا التغييره دي كور طويله للخط الهجوم، وكأن ده اسهل حاجه، ارمي كوره طويله وفي 3 مهاجمين. لا، ما هي تقريبا نسبه حصول اللعيبه على الكوره من الكور الطويله دي كانت قليله جدا. عبد الله السعيد من بعد دقيقه 60 خلاص السن وال 40 سنه، ما بقاش قادر. جاب لك ضربه جزاء طبعا ومجهود فردي وضيعناها في اخر ثانيه. لكن كنا محتاجين نخرج عبد الله من بعد الدقيقه 60. انك لو مش عايز شيكو بنز خالص، انك تقلب الطريقه 3 4 3 وتخلي الوينج باكس بتوعك اللي هو بنتايج والناحيه التانيه محمد ابراهيم دايما وشهم للوسط ملعب في فرقه انبي. وده كان هيخلي الدنيا اسهل. لا، انت بتحرر الاطراف بتوعك. ولكن خلاص يعني حتى ضربه الجزاء دخل حسام عبد المجيد المتخصص وضيعها. زي ما احنا الاول فرق 3 نقط عن الاهلي، والاهلي بقى هو اللي تحتينا احنا الاثنين ب3 نقط. آم، ما عندناش حل غير ان احنا نمسك ماتش بماتشه. ماتش وعدى، مفيش اي تغييرات هتحصل. كابتن معتمد جمال لازم يقعد مع نفسه النهارده ما ينامش، ويشوف كل الاخطاء اللي عملها دي.